الناس اللي أخذت لقاح كورونا من كم سنة، اسمعوا شو بدي أقولكم منيح، هذا الكلام إلكم. امبارح شركة أسترازينيكا اعترفت رسميا إنه لقاحها بيسبب شيء اسمه TTS علميا. هذا الشيء يعني نقص بالصفيحات الدموية، واللي بيؤدي بدوره إلى تجلطات دموية قاتلة. طبعا حالات التجلط الدموي والوفاة بينت دغري بألمانيا وغير دول بعد ما أخذوا لقاح الأسترازينيكا، لكن الشركة أخذت وقت لبين ما تعترف إنه لقاحها فعلا فيه شيء مو طبيعي. وهذا الشيء فتح باب كبير عليها، لأنه الناس اللي تضررت بحق لها تقدم دعوة قضائية ضد الشركة وتحصل على تعويض مادي كبير. والشركة مو بس اعترفت انه اللقاح فعليا بسبب جلطات دموية، لا، وهلا عم تشتغل كمان على لقاح تاني معاكس لهذا اللقاح مشان يحمي الناس اللي اخذت استرازينيكا من التجلط الدموي وبأسوأ الحالات للوفاة. فتخيل رعاك الله على هالدوامة اللي فوتونا فيها. مين منكم حس بأعراض غريبة بعد لقاح كورونا؟ يكتب لي بالتعليقات. تضلوا بألف خير أصدقائي، وتحياتي للجميع.